فيلم أبي فوق الشجرة كان كله أغاني كتير قوي، وأغاني كلها أجمل من بعض، لكن في أغنية من الأغاني المحببة جدا جدا لقلبي محذوفة من الفيلم ده. ايه الأغنية المحذوفة من فيلم أبي فوق الشجرة ومن أفلام كتيرة لعبد الحليم؟ هقولها لكم في الفيديو ده، بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. معاكم أمل في أعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. أبي فوق الشجرة طبعا أغاني كلها جميلة حلوة جدا، بداية من دق الشماسي نهاية ليه مشيت على الأشواك. تصوروا بقى إن أغنية التتر كانت أغنية إيه؟ كانت أغنية أعز الناس. هي اسم قناتنا، وأجمل أغنية أنا بحبها جدا لعبد الحليم. أغاني كلها حلوة، أغاني كلها جميلة، بس دي برضو من الأغنيات الجميلة لقلبي والمحببة جدا لقلبي، هي أغنية أعز الناس. وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا. فهي كانت في بداية الفيلم في التتر وهو بيبدأ كده، بدل الموسيقى اللي في أول فيلم أبي فوق الشجرة كانوا بادئينها بأغنية أعز الناس، بس حسوا إن الفيلم هيبقى استعراضي كبير قوي. هو فعلا استعراضي كبير قوي بس مبالغ فيه، يعني الأغاني كتير قوي. دق الشماسي هو في 5 أغاني تعتبر، فطبعا كده كتير، هيبقى دي 6. الهوى هوايا أبني لك قصر عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك عقد غالي. فقالوا ان كده هيبقى اوفر على الفيلم قوي، وكمان الاغنيه مش ماشيه يعني مع التتر، مش اعز الناس حبايبنا وكده، مش ماشيه مع الفيلم قوي، يعني مش ماشيه مع الفيلم قوي، فحذفوها. فدي كانت اغنيه من احب الاغاني لقلبي، واتصورت فعلا في التتر، انه التتر كان هينزل بيها بس اتحذفت، يعني اتلغت، بقى التتر موسيقى بس. وكمان فيلم حكاية حب كان في أغنية اسبقني قلبي اسبقني، وحتى لو جبتوا التتر بتاع فيلم حكاية حب هتلاقوا في المقدمة وهم بيعملوا يعني الأسامي وكده، هتلاقوا إن فعلا الأغاني من الأغاني الموجودة أغنية اسبقني قلبي اسبقني كان هيغنيها عبد الحليم، هو بالفعل غناها، سجلها يعني في الاستديو، بس برضو هتبقى الأغاني طويلة. اسبقني يا قلبي اسبقني، عالجنة الحلوة اسبقني، لدرجة ان هم حذفوا كوبليه من أغنية بحلم بيك. بحلم بيك فيها كوبليه محذوف. بحلم بالجنة اللي خالي قبل الحب ما كانش طولها. برضو كوبليه المحذوف من أغنية بحلم بيك اتحذف عشان ما يطولوش الأغنية، لأن الأغنية فيها كذا كوبليه، فاتحذف الكوبليه بتاع بحلم بالجنة اللي خيال. بحلم بيك وبيتهيألي إنك جنبي ليالي طولها. وفي كمان أوبريت الوطن الأكبر محذوف منه كوبليه، كان المفروض عبد الحليم هيغني ليه 3 كوبليهات. هو بدأ المقدمة، وهو اللي اختتم برضو الأوبريت وطني الأكبر. بيقولوا ان كان في النص المفروض مقرر ليه برضو اوبريت ثالث، يعني يفصل بيه بين السيدات اللي بيغنوا، بس اتحذف ليه معرفش. وطني يا ساكن قلبي وفكري، عهدي وحصون العهد بعمري، بس هو كوبليه حلو جدا. حلفت لارفع بايدي رايتك عالقدس كله وعلى جزايرك. فالحقيقه ان اغاني عبد الحليم اصلا كلها في الافلام، سواء في الافلام او في غير الافلام، هي كلها الحقيقه جميله جدا. واغنيه اسبقني قلبي اسبقني انا ما كنتش عايزاهم يعني كنت نفسي تكون برضو في فيلم، لان الاغاني في الافلام بيبقى ليها وقع حلو كده، بيبقى ليها ذكرى. الاغنيه دايما لما تيجي تشتغل بنفتكر الموقف اللي حصلت في الاغنيه، بس هم بقى قالوا عشان طول الفيلم، مع انهم ما مسحوهاش زي ما قلت من التتر، لكنها اتسجلت كده استديو بس يعني. وليه عبد الحليم اغاني كتيره بقى فيديو كليب ملهاش علاقه بالافلام خالص، هي ممكن اغنيه الفيلم بس عملها فيديو كليب، زي خايف مره احب عملها
بخلاف الفيلم صورها فيديو كليب. كان زمان ما كانش في فيديو كليب، يعني ما كانش في الموضوع ده موجود، بس هو كان سابق عصره فعملها تصوير خارجي خالص ملوش دعوه بالفيلم. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف. عمل كمان اغنيه احبك برضو عملها تصوير خارجي خالص بعيد عن الفيلم. أحبك كلمة بقت هي ولادي فيها. وكمان عمل اغنيه حرام يا نار، دي كانت في فيلم دليله وغناها برضو في كليب كده، يعني عملها في كليب. حرام يا نار ايه اللي فاضل من حبي. كان عامل كذا اغنيه فيديو كليب، حتى بأمر الحب برضو عملها برضو فيديو كليب. بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي. يعني هو كان سابق عصره بمراحل كتير. ايه رأيكم بقى في الاغاني المحذوفة دي؟ لو كانت فعلا موجودة في الفيلم مش كان يبقى احسن؟ بس انا في رأيي لا، اعز الناس هي حلوة انها طلعت كده لوحدها. اعتقد انها تبقى في الفيلم وفي التتر لا، مش قيمتها انها تبقى في التتر، قيمتها انها تبقى جوه الفيلم يعني. لكن هم حذفوها من الفيلم ومش مشكلة. اما الكوبليه بتاع حكاية حب فهو كوبليه حلو، بس فعلا كان هيطول قوي الفيلم. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا جدا على المتابعة. ماشي الطريق